بيحكوا حكايه رمزيه يعني، لكنها بتلخص يعني لو قلناها وفهمناها نشطب ونقفل الكاميرات ونقوم وشكرا على كده. صياد طول عمره عايش في البحر، ما يعرفش حاجه عن الايه، عن المدن، ولا ما يعرفش حاجه عن الناس دي. وبعدين واحد بقى من اهل المدن جه ركب مع المركب، مركب صغير، فبيدردشوا. هو لقى الصياد معاه سناره، معهوش شبكه، معاه سناره وبيصطاد. فراح الراجل ده السائح ده قال له ايه، قال له بقول لك ايه، ما بدل السناره دي هات شبكه. قال له ايه شبكه دي؟ قال له ده بتاعه كده وترميها وتجيب سمك كتير. قال له طيب وبعد ما اجيب سمك كتير؟ قال له تروح تبيعه فيبقى معاك فلوس كتير. قال له طب بعد ما يبقى معاك فلوس كتير؟ قال له تعمل بيها اللي انت عاوزه. قال له بعد ما أعمل اللي انا عاوزه؟ قال له تبقى سعيد. قال له ما انا سعيد. الحاجه دي على رمزيتها، لكن هي فيها فلسفه عميقه جدا. لا انت ممكن تبقى فعلا سعيد، انت مش محتاج حاجه. طيب العالم الرأسمالي المتوحش اللي احنا عايشين فيه ده، لو البشر اقتنعوا بان انا سعيد، هيبيع لك ازاي؟ ما هو انا سعيد يعني مش محتاج، مش ناقصني حاجه. قول ده بقى على اي سلعه، وقول ده على اي خدمه. ده باختصار اللي هم بيعملوه، بيخلقوا لك احتياج هو مش عندك، ويوهموك ان حل الاحتياج ده او انك تلبي الاحتياج ده بالجهاز او بالخدمه اللي انا هعملها لك. بانك لو هديت كده ورجعت، هو انا محتاج انا ده في عايش ايه؟ كويس. ما